يا مساء الفل. النهارده هعمل معاكم احلى كيك ممكن تجربوها في حياتكم. كيك البرتقال كلنا بنحبها ومفيش اتنين يختلفوا عليها. هعلمك ازاي تعمليها هشة مش مكتومة لونها فاتح، ازاي تسويها صح. تابعي الفيديو للاخر لاني هقول فيه نصايح كويسة جدا ومهمة جدا لنجاح اي كيك. وهعمل معاها صوص كده حلو قوي هياخد لي الكيك في حتة تانية. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس اللي مش مشترك معايا يا ريت يا جماعه يشترك، وما تنسونيش باللايك والاشتراك، وحطوا لي كومنت حلو زيكم. ويلا نشوف هنعملها ازاي. هنا انا عندي 3 برتقانات صغيرين، لو هتستخدمي برتقان كبير يبقى 2. هبتدي اقسم البرتقان بتاعي وهعصره وهسيب واحده هعرفكم انا هعمل بيها ايه قبل ما اعصرها. دي العصاره اليدوي العاديه اللي عندنا كلنا في بيوتنا. هبتدي اعصر البرتقان بيها. البرتقانية التانية اللي فاضلة معايا دي هبتدي ابشرها بالمبشرة بأنعم جزء في المبشرة. بس انا باخد الاصفر بس ما باخدش الابيض. لو اخدتي الابيض هيمرر معاكي الكيك. فممكن بشر برتقانية واحدة هيديكي معلقة واحدة، ولكن هيدينا طعم حلو جدا وريحة ممتازة. هبتدي اعصر البرتقانية دي كمان لان انا محتاجة كوباية من عصير البرتقان. طبعا البرتقان يعني الايام دي رخيص، والكيكايه دي كلها يعني اقتصاديه الى حد ما، وطعمها حلو وهتساعد الولاد على المذاكره وتفتح نفسهم. هنا جبت 3 بيض، نزلت فيهم في بوله ناشفه. اهم حاجه البوله بتاعتي تكون ناشفه. ونزلت عليهم بفانيليا كوبايه ونص من السكر. على فكره ممكن نستغنى عن الفانيليا لان البرتقان بيغني عن الفانيليا جدا. وهبتدي اضربهم بالهاند بلندر. الهاند بلندر هنا بيحل لي محل الخلاط. طبعا انا قبل ما اشتغل سخنت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وسبته يسخن عشان ادخل الفرن الكيك على فرن سخن. وهنا نزلت بكوباية من عصير البرتقال، مش نص كوباية يا جماعة، انا فضيت نصها ما كانش ايدي باينة وانا بفضيه. فدي كوباية من عصير البرتقال. وهبتدي اخلطهم مع بعض كويس. ودي كوبايه الا ربع من الزيت. تقدري تستخدمي كوبايه من الزيت، ولكن كوبايه الا ربع هتديني نتيجه كويسه. وحدوا لي الكوب بتاعكم، يعني لو هتشتغلوا بالمج بتاع الشاي يبقى كل المقادير هنحطها بمج الشاي. لو هتشتغلي زيي بالكوبايه المعياريه يبقى كل المقادير بتاعتك هتعمليها بالكوبايه المعياريه. هنا ضربت الخليط بتاعي كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي انزل عليه بالمكونات الجافه. هنا كان عندي كوبايه من الزبادي. زبادي عادي قلبتها معاهم. لو ما عندكيش زبادي مفيش اي مشكله، لان عصير البرتقال هو بيحل محل اللبن او الزبادي، ولكن الزبادي بتدي طراوه. يعني لو موجوده عندك حطيها. ودول كوبايتين من الدقيق نزلت عليهم بكيس من الكيك شيف. الحلو في الكيك شيف ان هو بيخلي الكيك بتاعتي هشه ومش مكتومه، ومستحيل الكيك تبوظ منك معاه. ما شاء الله بجد حلو قوي يا جماعه، جربوه. وهبتدي انخل الدقيق بتاعي، والخطوه دي مهمه عشان اتاكد من نظافه الدقيق اولا، ثانيا بيدخلي في الكيك بتاعتي هوا. وهبتدي اقلب بقى بالمضرب العادي. ودي المعلقه بتاعه بشر البرتقانيه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. حطيت رشه صغيره قوي 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 من الملح، يعني بصوا شويه صغنطاطين كده بين صوابعكم. وهبتدي اقلب بالمضرب اليدوي. حتى لو انت كنت بتخلطي المقادير بتاعتك في الخلاط، الخطوه دي لازم هتعمليها بالمضرب اليدوي. هبتدي اقلب كويس قوي، وهنزل اللي في الجناب بالسباتولا بتاعتي. ودي خطوه مهمه جدا ان احنا نتاكد ان مفيش لا في الجوانب بتاعه البوله بتاعتي ولا في القاع اي دقيق اهوت. انا هنا شفت ان القوام بتاع الكيك بتاعي خفيف شوية، فضفت لها معلقتين من الدقيق. الصح ان انا بضيف معلقة معلقة. لو الكيك بتاعتي تقلت مني ممكن ازود لها شوية لبن او شوية عصير برتقال هيظبطوا القوام بتاعي. القوام بتاع الكيك بتاعي زي ما انتم شايفين ده القوام اللي انا عاوزاه، مش عاوزاه خفيف قوي ومش عاوزاه تقيل قوي، نفس القوام اللي انتم شايفينه ده. هبتدي اجيب اللي انا هفضي فيه، سواء كان قالب زي دوت او صينيه. انا بحب احط ورق زبده، لو مش موجود عندك مفيش اي مشكله.
هبتدي احطه في القاع بتاع القالب بتاعي، بس انا بحب اديله كده شكل القالب عشان لما احط ورق الزبده جوه القالب يبقى مرتاح اهوت. لو انت ما عندكيش ورق زبده هتدهني القالب بتاعك كويس قوي بالزيت وتفضي فيه مباشره. هنا انا برضو بحب ادهن القالب بتاعي دهنه زيت واحط فيه ورق الزبده وابتدي اصب فيه الكيك بتاعتي. على فكره ما بيبقاش عندي ورق زبده بفضي في القالب على طول، مفيش اي مشكله. هنا اهوت فضيت، خليت يعني تلتين القالب فيهم الخليط والتلت بس هو اللي فاضي، وهبتدي اخبط القالب زي ما انتم شايفين كده. واتبقى عندي شويه فضيتهم في صينيه عاديه الومنيوم. دخلت الكيك فرن سخن على درجه حراره 180 رف وسط. الكيك بتاعتي قعدت ساعه الا ربع. بعد 35 دقيقه فتحت واختبرتها بالخله، لقيت الخله لسه طالعه مبلوله كده فيها زي عجين طري. قعدت تاني الكيك ربع ساعه لحد ما استوى وطلعت الخله بتاعتي نضيفه. خرجته وسبته لما يبرد. وهنا بعمل الصوص بتاعي. الصوص بتاعي كان عبارة عن كوباية من عصير البرتقال، معلقة كبيرة من النشا، 4 معالق من السكر. ولكن لقيت الصوص بتاعي تقل زي ما انتم شايفين، خفيته بكوباية من المية، وده القوام اللي انا عاوزاه. اول ما غلي طفيت عليه، وده القوام اللي انا عاوزاه، هسيبه يبرد تماما. وهنا الكيك بتاعتي بعد ما بردت خرجتها من الورق وسبتها شوية على شبكة عشان تبرد كويس قوي. الصح ان انا اقطع الكيك باردة تماما. هنا برضو ما كانتش بردت قوي عشان كده ما كنتش عارفة اتحكم في التقطيعة بتاعتها. ولكن يا جماعة هي طعمها هايل، تسويتها ممتازة، طعمها حلو جدا، هتعجبكم قوي. الصوص بتاعي حلو قوي، بس ليا انا شخصيا ممكن ما يعجبش ناس لان هو فيه شويه مزازه، فما تحطوش على الكيك كله، خلي الصوص لوحده. اللي عاوز يحط على الكيك بتاعته يحط وياكل، لانه مش بيعجب كل الاذواق اهوت. بس انا شخصيا بحبه جدا لان انا بحب اي حاجه فيها مزازه. الكيك دي حلوه جدا. اهم حاجه التسويه. بدخلها على فرن سخن درجة حرارة 180 رف أوسط، بسيبها في الفرن 35 دقيقة. بعد ال 35 دقيقة بختبرها، وإن شاء الله هتعجبكم.